مم. كنتوا بتعرفوا انه كيكة التريليتش هي كيكة لاتينية وبالاخص من المكسيك؟ رح سوي لكم اياها اليوم على الطريقة الاصلية، الطريقة المكسيكية، ويلا نبلش. ببولة مناسبة رح انزل بالبيض والسكر والفانيلا كمان، وهلق رح اخفقهم على سرعة متوسطة بعدين عادي لحتى يفتح معي لونهم ويذوب السكر تماما. وهلق بس داب عندي السكر تمام ولون البيض صار فاتح وضاعف حجمه مثل ما انتم شايفين، رح اضيف الحليب كامل الدسم. الحليب لازم يكون دافي. رح اخفقهم شوي صغيرة وهلق حانخل المكونات الجاف. بدي كوب من الطحين متعدد الاستعمالات والبيكنج باودر، وما ننسى اكيد الملح. وهلق رح اخفقهم شوي صغيرة لحتى تتجانس عندي المكونات بس مش اكثر. وهلق رح اخلطهم بالسباتيلا شوي صغيرة واتأكد من عدم وجود اي تكتلات. وهذا هو القوام المطلوب. هلق رح انزل بخليط الكيك اللي سويته بصينية البايركس اللي عندي. صينية دهنتها بزيت نباتي وغلفتها بورق زبدة مثل ما انتم شايفين. رح انزل بخليط الكيك رح دخل صينية البايركس على الفرن على الرف الوسطاني درجة حرارة 180 درجة مئوية. أول ما يبلشوا الأطراف عندي يتحمروا وتبلش تاخد لون ذهبي رح شيلها من الفرن. وهلق بس استوت معي صينية الكيك مثل ما انتم شايفين، أخذت معي بالضبط على الرف الوسطاني بدرجة حرارة 180 درجة مئوية 25 دقيقة. نطرتها لحتى صارت بدرجة حرارة الغرفة. رح شيلها من صينية البايركس وشيل عنها ورقة الزبدة ورجع عليها. طبعا بشيلها على مهلي مثل ما انتم شايفين. رح حضر خليط الحليب الثلاثي او اللي هو نفسه التريليتشي اللي رح اسقي فيه قالب الكيك. قالب الكيك لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة، وكمان خليط الحليب لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة. والخليط هو عبارة عن حليب، رح اضيف له حليب محلى مكثف، حليب مبخر، وحليب بودرة اختيار. رح خلط الحليب كتير منيح لحتى تختفي عندي كل المكونات. وهلق رح اسقي الكيك بخليط الحليب اللي سويته. وهلق بس شرب الكيك خليط الحليب اللي سقيته فيه رح دخله على البراد، لأنه لازم يكون عندي بارد تماما قبل ما أضيف له الطبقة اللي فوق. وهلق بس صارت عندي باردة تماما صينية الكيك، رح أحضر الطبقة اللي على الوش. بدي حليب كامل الدسم، كريم شانتيه، إذا عندكم كريمة الخفق السائلة فيكم تستخدموها. وهلق رح أخفق الكريم شانتيه مع الحليب. وهلق بس جمدت عندي الكريمة مثل ما انتم شايفين، رح ضيف لها علبة قشطة. رح اخفقهم شوي صغيرة لحتى تتجانس عندي الكريمة مع القشطة. رح احركهم شوي بسباتيلا وهيك صاروا معي جاهزين. وهلق رح انزل بطبقة الكريمة والقشطة اللي سويتها فوق الكيك. اهم شي الكيك عندي تكون باردة تماما. وهلق رح سوي سطح بسباتيلا او المسطرين الموجود عندي،
وهلق رح ادخلها على البراد لحتى تبرد عندي تماما، يعني مش اقل من ساعة. وهلق بعد نص ساعة طلعتها من البراد وزينتها بشوية زهر الورد، فستق حلبي على الوش، وصارت معي مثل ما انتم شايفين. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة لليوم، ولا تنسوا تحطوا لي لايك وتعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. صحة وهنا.